السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله على هذه الحكومة، وما شاء الله على المجالس البلدية اللي تابعة لها، وما شاء الله وما شاء الله. ولكن اللي بغيت نفهم أنا، واش الشعب غادي يتوقد نحن على الأبواب باقي عام و8 شهور ولا ما كايناش، وغادي تكون انتخابات، واش باقي مازال غتشدوا 100 درهم وتصوتوا على بحال هاد الكلاخ، ولا غادي تكونوا ناس وتعرفوا شنو داز عليكم هادي مدة ديال 10 سنين ديال الإرهابية، وديال 5 سنين اللي غادي تفوت معاكم دابا حاليا. راه واخا يقولوا لكم غيبدلوا الحكومة، صدقوني أنا كفاطمة غنقول لكم راه واخا تبدل الحكومة، الحزب خاصو يستمر 5 سنين، راه ما غاديش يبدلوا الحزب، غيبقى مستمر، ولكن غتبقى ديك الأوامر ديالو هي واخا يبدلوا كنس الأشخاص. إلا غيعطيونا شي حاجة الله أعلم، إلا غيديروا شي تغيير الله أعلم. ما نقدرش انا بحال داكشي اللي داز في العداله، عطاونا حيدوا لينا الحوايق وداروا لينا شعل الضو طفي الضو، راها باينه، وغادي تطلق الماء باينه الكود سيركوي كي داير. واش الا شعلتي الضو وطلقتي الضو لانكاسا وطلقتي الماء، واش مش شنو هذيك؟ اشنو مش كيضحكوا على العباد؟ دابا ملي كيولي المجلس داير دوره وناس محتجين بغاو يخويوهم من ديورهم ولفوا يريبوا على عباد الله، وغير برارك وما عندهمش السكن في اليوسفيه اللي الناس ساكن تهلكوا تما، كاينه بريحه الفوسفات والمرض، كاين اللي شد مرض السرطان، كاين اللي شد مرض الصدر، كاين اللي شد وما عندهم لا طلقه لا والو، كاين اللي جاهد مليه بحال هاد الدري الحقوقي ايوب اللي كيتكلم وردوه حمق، حيت ما تردوه حمق، ردوا الرئيس ديال مجلس بلدي حمق. من هو حمق؟ علاش كان كيدير الفيديوهات؟ علاش كان كيدوي على ولاد الشعب؟ علاش كان كيدوي على الاصلاح للبلاد؟ علاش كان كيدوي على داك الشرطي اللي قسمتوه وخديتو الميزانيه ديالو طبيتوه وقفتوه المشروع ديال البلاكه ديال 2 عواد حتى ريبها، راه كاين فيديو ديالو. علاش ما درتوش الطريق الموالين لمدرسه الدراري مساكن اللي كيتعذبوا في داك الحجار وهذاك؟ علاش وفيها بزاف تساؤلات. دابا جاتكم باش غادي تقولوا حيت الناس في الخارج قال لك هذيك القصدير اللي كيحاربوا راه حكا فيه كي امراض قويه، وهادي بحال هاشي قنبله نوويه، خصو ما يشموش الهواء ديالو، ما يشموش هذا، ما يشموش ديك. وحنا متفقين معاكم، ولا بغيتوا الصلاح ماشي مشكل، ولكن واش تريبوا للناس وتلوحهم؟ ما قلتلكمش هذوك ديال الزلزال، ما قلتلكمش الدين القديمه، ما قلتلكمش هذوك اللي حرقوا خلاوها لكم جيت المحمديه، واللي بشحال من واحد ريبتوا عليه ولحتوه ومشى حرق كاع، خلى سمح في حوايج وسمح في كلشي وزاد في حالاته. هادو ما قدوكمش ياك، وغادي يكون عندكم وجه الكماره وتجيو تطقوا على البيبان تقولوا صوتوا علينا. والله الا ما لقيتوش المغاربه الاحرار الشرفاء مخبيين لكم شي قنطار في قلبهم ديال الحقد والكراهيه اللي جاو عندو يدقدقوا مو، راه ماشي مغاربه، انا نسميهم ماشي مغاربه. الا غادي يشد 100 درهم ويمشي يصوت عليك ولا يستقبلك ويقول لك انا عن شريف، راه انت ماشي راجل من المؤسسه تستقبلك، سالت المده ديالك انتهت، غترجع مواطن عادي، وداك مواطن عادي يعطيك على جدور نهار ترجع عنده تحاسب معاك. دابا ملي كتولي الدوره وفيها القيد رجل السلطه، وفيها واحد في المعارضه كيدوي وكيقول لهم راه واحد كيتحرق، وما تنوضوش تنسحبوا كيقول لي دبر راسو كملتوا الدوره ديالكم. علاش هادشي ما خفتوش يبان في القنوات الدوليه وكلشي يضحكوا علينا ويقولوا المغرب راه غزريبه كما كيسمونا زريبه نيت من المملكه ولا زريبه في ايامكم؟ علاش ما تنوضوش تعتقوا السيد؟ علاش ما تنوضوش تجيبوا لنا المساعدات الاسعافات الاوليه باش على الاقل غيموه هو مات مات قال لي الموت واحد اسباب متعدده، ولكن على الاقل يشوفوكم تحركتوا، ياك واحد من المعارضه دوا مسجلين الناس، والتسجيل ديالو كاين. علاش ما تنوضوش؟ وانت سعاده القايد اللي كاين في دوار سيدي حمد، اللي مكلف دوار سيدي حمد اللي منتمي لليوسفيه وحاضر في هذيك الجلسه ديال المجلس وبعيد منك مع مسافه قليله، في قول لهم لا سيدي انا غادي نوقف انا كرجل سلطه، لا هذا السيد كيتحرق هو الاول، الروح سابقه، ولا حنا ولينا عندكم القايد.
القيد ماشي سعادة القيد، القيد. ولينا عندكم حنا ذباب، ولينا عندكم حنا جرثومة، المواطن جرثومة تخلص من ظهرو وشد الكرسي وطفى العصا على غيره، وفي الاخر قولي شكون انت؟ مني هما هادوك المكلخين اللي درناهم حنا؟ وكيقول ليه واحد من المعارضه منهم فيهم وسمعتي بودنيك انسحب من الجلسه، انت كمسؤول، انسحب من الجلسه. ولكن ما بقى عندنا حتى واحد كيخدم بالضمير، قليل وقليل ولاد الناس اللي باقي كيخدموا في الضمير بالضمير الصاحي ديالهم. اكثر ولاو عندهم المغاربه جراثيم ماشي بشر. ترى هذه راه جريمه في حق الانسانيه. من يولي واحد مغربي ومروضين الحيحه وقاعدين مع روسكم كدوي نتوما على واحد الحاجه قديمه 40 عام باش مبنيه، وهاو دازت شحال من مره وهما كيقولوا غادي يريبوهم يديروا لهم وما عطيتهمش التعويض، وجايين مدخلينا دابا في الحساب، وفي الليل مدخلينا حتى الطريق ما دايرينها، والروح كتموت حداكم بالعافيه وما تنوضوش تحركوا. ولكن ما غاديش تحركوا على نتوما المجالس اللي كنا تحركتوا في الفيضانات. راه القوات المساعده مساكن هما اللي معاونين، هما اللي ناضوا، هما اللي ولاو، هما ورجال الامن وكل شيء عاد، ورجال المطافي هما اللي ولاو، هما اللي خدامين عليكم، هما نتوما اللي صوتوا عليكم شديتوا. ولكن راه خص الشعب يكون واعي، الشعب خصكم توعاو. واحد المساله راه خصنا نوضوا ليها كاملين ونديروا عليها هاشتاغ دائما، لا دروك ولا من يتقرب الانتخابات ممنوع شي برلماني ياخذ مازال داك اللي كيقولوا التقاعد ديالو، سالت المهمه ديالو الباب يا الحباب، نجح يرجع، ما نجحش ما كيتسال والو. باش مبقاش يشد لي انايا ما عرف 160,000 ولا مليون في الشهر ما داير بها والو مع راسو، واخا يبرك 20 عام وهو باقي حي في عمره ولا 40 عام وهو يبقى يشد طابور على دارنا. هذه ديروها في بالكم، حنا دائما كنقولوا تقاعد سالم باش هما يعرفوا يحكموا علينا، ندخلوهم تما باش يسيروا البلاد ويوليو دايرين لينا قوانين ضدنا وضد ولادنا، لا في القرايه ولا في كل شيء، وانتم ساكتين ليهم وتزيدوا تكملوا مازال. حنا هادشي اللي كنقولوا كنغامروا وكتجينا عليه تهديدات في الواتساب وما كيخلي ما يدار لينا، حتى ولاو حتى من انا مرا شيبانيه وليت كنتعرض. السي عبد اللطيف الحموشي الله يجازيك بخير، انا غنوصل لك واحد الرساله، واحد ما عرفتو واش منكم ولا ماشي منكم، الله اعلم، من دوك الناس اللي في البروفيل ديالو، من دوك اللي كان الاملك لحمايه التراب الوطني، دخل عندي في التيك توك وفي الاخر مني شافني انا مش بداك النوع اللي باغي ها دخل عندي الواتساب ولا كيرسل ليا داكشي الاباحي. حنا ولينا ما بقينا عرفناهم واش هو منكم ولا مضرك بيكم، بغينا نعرفوه وراه عندي محتفظه بيهم. الا كان منكم راه كنطلب منك النجده، الا كان ماشي منكم كنطلب منك النجده. نشوف هذا اللي كيضرك بيكم وكيشوه الصوره ديال الامن، لانني معرضه للتهديدات من طرف هذاك الذباب الالكتروني اللي كيرسل ليا، اللي كترسل لي الحكومه المدلوله الماسونيه، ومعرضه ما عارف وقت مني ولينا كيجينا هذا الذباب يقدر يجيني حتى في الطريقه ديال الامن. انا ما كنظنش الامن يديرها، ولكن الا كان كيديرها انا راه كنستنجد بك. انا هذا رجل اللي هو كيقول لك من الامن، وتبريت فيه تعيت، والبارح ما خلانيش، كخليت التليفون شاعل ما بغيتش نطفي عليه، كل ساعه يصوني وداير كاميرا وانا سد عليه الكاميرا باش نفتحها. كيصيفط ليا هذا الشيء، بغيت نعرف انا اللي قد مو ولا قد جدا يصيفط ليا هذا الشيء شنو بيني وبينه، على قولة الله اكبر. شوف هنا، ولهذا انا كنقول لكم شوفوا الشعب المغربي، حنا كنتعذبوا من اجل باش نوصلوا لكم التوعيه، وانتوما
حاولوا تدخلوا في روسكم والمخ ديالكم. انتخابات ما عندنا ما نديرو بها، خاصها تحيد التعاقد، ديك التقاعد ديالهم ما يبقاش. هذه الاولى. ثانيا، انسان اللي ما عندوش واحد البروغرام بحال برا ومثقف وواعي اللي كان بعدا ما يرجعش، والحزب اللي دازو ما دار والو يتحيد، والحزب اللي جاي جديد ديال الشباب ومثقف هو اللي نمشيو معاه. عودوا فكروا، نقدوا البلاد، راكم طيحتوها في الظلام. ديك با صاحبي وخويا وهذا كنعرفو هذا راه والو، راه غيشد كرسي والله ما يعقل عليك. ما كيعقلوا على الزنادق كيخلصوهم باش يبقاو يبرسوا ويديروا الفتنه في البلاد. ملي ما قدروش يقسموها بالارض، اما كيقسمونا حنا كمغاربه بالفتنه ببعضياتنا. ولهذا كنقول لكم ضامنوا بعضياتكم، وكنتمنى ان السلطات دير تحقيق مع هذا القائد علاش ما ينسحبش وينوض هو كمفروض كمسؤول، ودير مع تحقيق مع هذا رئيس مجلس البلدي اللي قال لهم ما نسحبوش تستمر الجلسه. واش الحمار تاع بوك شكون دارك تما كاينه فوق هذاك الكرسي من غير المواطنين؟ حنا غنحترموا السلطه، نقولوا للناس احترموا السلطه، ولكن انت كرئيس مجلس البلدي شكون الحمار تاع بوك اللي حطك تما من غير المواطن؟ في اليوسفيه ولا في غير اليوسفيه؟ شكون حطك تما قلت المواطن حتى تجي تقول لهم لا ما نسحبوش؟ والقايد يسمع منك اللي مثقف ومسؤول، هو مسؤول ومثقف، خاصو من يسمع من واحد من المعارضه اللي عندك عضو من المعارضه قال خاصنا نسحبو، كاين واحد كيتحرق نعتقوه، خاصو هو الا ما بغيتيش تنوض انت يا المكلخ هو كرجل قانون خصينو. وهادشي كنتمنى سلفتيت انك دير تحقيق مع هذا القايد الا كان تابع للروعات الاغنام القاطع اللي صوتنا عليه تبارك الله، كان تابع المؤسسه ديالك كان خصو العقاب، خلى روح وكا كان كتحرق وما مشاش وقف يطلب لها النجده. وتحياتي للجميع. وهذا الشيء راه وقع، ما هذا الشيء دوار سيدي احمد في اليوسفيه. انا هذه هي الاخبار اللي توصلنا بها، وكنتمنى يكون تحقيق على هذا القيد وعلى رئيس مجلس البلدي والكوكبه ديال الشفاره اللي ما بغاش ينسحبوا يعتقوا السيد، وهما قالتها لهم واحد من المعارضه وما بغاش ينوضوا. وتحيه للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.